هلو يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. ايه، استعدتوا للمدارس ولا لا؟ طبعا انا عن نفسي والله ما مستعديه اطلاقا. يعني الاجازه كلها ضاعت مني هباء، ما لحقتش ارتاح، ما لحقتش اسافر، ما لحقتش اعمل اي حاجه بسبب ان انا طبعا كنت مشغوله جدا 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 في فرح اختي. المهم قلت ان انا اعمل لكم فيديو علشان لو انت عروسه الفيديو دوت بجد هيبقى مهم بالنسبه لك جدا. طبعا انا متجوزه من سنين كتير، الجواز من سنين كتير غير جواز السنين اللي احنا فيها دي. زمان ما كانش فيه الجلسات الليزر، ما كانش فيه الحاجات اللي جلسات التقشير، كل دوت ما كانش موجود. طبعا دلوقتي اي عروسه داخله على جواز بتبقى عايزه انها تعمل جلسات تقشير وجلسات ليزر وجلسات تفتيح وكل حاجه المفروض ان العروسه دلوقتي بتعملها. لو انت عروسه بجد اهم حاجه انك انت تهتمي بنظافتك جدا 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 جدا، ولازم تبداي قبليها بفتره كويسه. لازم جسمك يكون واخد فتره كفايه قوي، كانك انت بتدخلي له حاجات جسمك مش متعود عليها، فبالتالي ان هي هيكون ليها اكيد تاثير سلبي. احنا عايزين، مش هينفع ان احنا ناخد التاثير الحلو او الحاجه الحلوه بس، لا، كل حاجه بنعملها على قد ما هي بتدينا نتيجه كويسه بس برضو بيبقى ليها اضرار. فاحنا ما ينفعش لو احنا مثلا عرايس في شهر 9، ما ينفعش ان احنا نعمل في شهر 8 ولا شهر 7 ولا شهر 6 ولا 5، لازم نبدا بقبليها بشهور، لان المفروض الجسم بيكون طبقات بتطلع في خلال 3 اسابيع او شهر. فاحنا ما ينفعش حتى ان احنا نستعجل، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل جلسه ليزر وبعديها ب 10 ايام نعمل الجلسه الثانيه. فاحنا كده مش بندي لجسمنا الوقت الكافي ان هو يطلع الطبقه الجديده من الجلد ونبتدي ان احنا نشتغل عليها. فلو احنا هندخل على جواز لازم نبدا قبليها بكتير قوي على قد ما نقدر. لازم كل حاجه بناخدها من الجلسات ديت لازم نبقى عارفين ومتاكدين ان هي بيبقى ليها ايفكت مش كويس. جلسات الليزر عامه بيبقى ليها تاثير مش كويس طبعا، زي انها بتسبب اسمرار في الجلد، ممكن تسبب بعض الحروق، في حاجات كتير جدا ممكن تتسبب فيها. فجلسات الليزر ديت لازم تبقى قبليها بسنه على الاقل تبقى قبليها بسنه. وعايزه اقول لك اصلا لو انت مش داخله على جواز المفروض ان انت تعملي بجد جلسات الليزر، يعني تشوفي جسمك فيه ايه او ناقصه ايه او انت عايزه تعدلي فيه ايه علشان خاطر تعمليه، سواء كنت انت مخطوبه او مش مخطوبه، بنت عاديه. لازم نبدا بالحاجات ديت من بدري، يعني ديت لا هي حاجه عيب ولا هي حاجه حرام. فطبعا انا في الفتره اللي فاتت ديت اتعكيت مع اختي عكه كبيره جدا. فالجلسات بتاعت الليزر هي كانت بتعمل من بدري، بس جت قبل الفرح حاولت انها تكثف الليزر مع التقشير مع فطبعا ديت حاجه مش كويسه خالص. اولا الجلسات بتاعت التقشير بالاخص بيبقى ليها تاثير سلبي جدا، على قد ما احنا بنبقى منتظرين نتيجه كويسه بس هي بيبقى ليها تاثير سلبي. الجلسات بتاعت التقشير ديت المفروض ان هي بتشيل طبقه الجلد اللي مسمره، فالمفروض ان احنا ما نتعرضش للعرق خالص ولا حر خالص، ما ينفعش اطلاقا. فزي ما قلت لكم ان جلسات التقشير برضو هي من اهم الجلسات اللي ممكن لازم، مش ممكن، هي لازم ان احنا نعملها قبل الفرح. وعلى فكره كل الحاجه اللي احنا بنعملها ديت مش شرط عشان احنا عرايس ان احنا نعملها، احنا ممكن نعملها واحنا لسه عادي ما اتخطبناش. ديت حاجه لا هي عيب ولا هي حرام، لان طبيعه الجسم اصلا ان احنا بيبقى عندنا بعض الاماكن الغامقه بتبقى اغمق من درجه بشرتنا، زي عقل الصوابع، الاماكن اللي هي البرايفت، كل دوت امر طبيعي ان هو بيبقى لونه داكن اكتر من الطبقه بتاعتنا اللي هي العاديه. فعادي ان احنا نبدا من بدري او من وقت ما سننا يسمح ان احنا نعمل الحاجات دي، عادي ان احنا نبدا ونعملها. جلسات التقشير على قد ما هي بيبقى ليها ايفكت جميل برضو بيبقى ليها ايفكت وحش جدا. الايفكت بتاعها اللي وحش ان احنا لازم اولا ما بين كل جلسه والتانيه لازم بيبقى فيه على الاقل 3 اسابيع. طبعا ممنوع بعد ما نعمل الجلسه بتاعه التقشير، ممنوع نهائي ان احنا نتعرض لاي حراره، ممنوع جسمنا يعرق خالص، ما ينفعش ان احنا نستخدم اي ديودرنت عليه، ما ينفعش نحط برفيوم، ما ينفعش كل الكلام دوت. فيعني احنا لما كنا عاملينه لو نزلنا العربيه مضطرين وراكبين وعايزين نفتح التكييف كنا بنحاول ان احنا نرفع ايدينا في وش التكييف عشان الهواء يدخل جسمنا كله، لان هو ما ينفعش ان احنا جسمنا يعرق خالص. لان لو الجسم عرق واحنا عاملين جلسات اللي هي بتاعت التقشير دي، جسمنا بيعمل هربس صغننه
وطبعا ادامه عمل الهيربس ديت ساعات ممكن بتعبي ميه كمان، فالهيربس ديت اللي هي عامله زي الحمو النيل بالظبط، يعني كانها حساسيه. فطبعا ديت بتبقى نتيجه وحشه جدا جدا، والموضوع بيبقى مش حلو بالمره. فلازم ان احنا نبقى واخدين الوقت الكافي علشان نعمل الجلسه اللي بعديها. الجلسات بتاعت الليزر برضو هي من اهم حاجه في الحياه. فككم بقى من الشيفنج والسويت والوكس وكل القرف دوت عباره عن قرف وتضييع وقت على الفاضي. الليزر حل سحري لكل حاجه، بس برضو هو بيبقى ليه تاثير وحش علينا، بيسبب غمقان للاماكن اللي احنا بنعملها، وبرضو ان هو كمان بيسبب حروق، ممكن يسبب حروق. فعلى قد ما هو حلو، لا هو حلو والإفكت السلبي بتاعه ما هوش فظيع يعني، بس طبعا الليزر لا غنى عنه مع اي بنت، اهم من التقشير واهم من اي حاجه تانية خالص. وحاجه تانية كمان عايزه اقولها لكم، ان البنت لما تيجي تتجوز يعني ما ينفعش ان الاهل يجهزوا. طبعا هي بتبقى مقدره اشخاص، بس انا شايفه ان انا ما ينفعش بنتي مثلا وهي في ابتدائي اروح اجهزها من دلوقتي، افضل اجيب لها طقم كاسات، طقم ملايات، طقم معرفش ايه، وافضل اشيل عشان لما تبقى تتجوز. ليه؟ لان لما هيجي وقت ان هي هتتجوز فيه كل اللي اتجاب دوت بيبقى موضه قديمه وايه يا ماما القرف دوت اللي بيحصل. فكل دوت هيرجع يتركن تاني، وهنجيب برضو حاجات اللي هي بتبقى طالعه ترند الجديده. وبلاش الحاجه الغاليه، يعني ما نمشيش ورا فكره ان ده براند فدوت هيعيش اكتر، لا دوت حاجه عاديه فدوت مش هيعيش اكتر، لان برضو دوت مش صح. فبلاش ان احنا نجيب كميه حاجات مهوله بجد، بيبقى الشقه شكلها بلدي جدا، كركبه زحمه على الفاضي. وبرده في الاول وفي الاخر احنا انا واحده عروسه، انا هستهلك كل الحاجه دي ليه؟ يعني انا هستهلك كل ده ليه؟ ايه الفكره ان انا اتجوز وابقى جايبه 15 طقم حلل؟ هعمل بيهم ايه؟ انا هعمل بيهم ايه؟ يعني احنا المفروض الاساسي معانا الالومنيوم، واساسي معانا التيفال والجرانيت. يعني انا عايز تزودي هاتي 4 يا ستي بالحد الاقصى. ليه ان انا اجيب اكتر من كده؟ اولا الدواليب بتاعت المطبخ هي مش هتساعي كل المهرجانات دي. وحاجه وحشه جدا ان انا ارصص فوق دولاب المطبخ او ان انا ارصص تحت السرير. ايه الفكره؟ يعني حتى ان انا لو حد جالي انا برده كده الحاجه اوريدي انا خافيه، فانا بكركب نفسي على الفاضي. الملايات والفوط وكل دوت برده حاجات بتبقى اوفر. نجيب الحاجات اللي هي المعقوله، دايما نجيب الحاجات اللي هي المعقوله. اللبس كميه لبس، انا اختي جابت كميه لبس مهوله، يعني هي بتجيب من زمان وكانت بتجيب قبل الفرح، لحد قبل الفرح وهي بتجيب. ولما جينا نحط الحاجه في الدواليب، هي الدولاب ما فيهوش مكان، والله الدولاب ما فيهوش مكان ان هي تحط الحاجه، فهتحط في الدولاب التاني بتاع الاطفال. يعني ايه على الهادي يا زبادي، كل حاجه بتبقى معقوله. طبعا العرايس يا حرام يجيبوا كميه لانجري مهوله، دي حاجه يعني احنا مالهاش اي لازمه، يعني بنجيب برضو الحاجات الطبيعيه. فبجد بلاش نبهرج في الدنيا. وزي ما انتم شايفين احنا اصلا النيش عندنا من القديم الازل، يعني الناس اللي عندها نيش او امهاتنا لما كان عندهم نيش، هي الحاجه لحد دلوقتي لسه محطوطه في النيش. هل احنا بنستخدمها؟ هل لما حد بيجي بيشوفها؟ برضو لا. فكفايه الطقم الصيني، طقم هناكل فيه اللي هو الاركوبال، اللي هي الحاجات دي. لكن ان انا اجيب لا. الميك اب ما يتجابش من بدري، لان الميك اب بيبقى ليه عمر افتراضي وبيبوظ وبيبقى وحش جدا. الميك اب بيتجاب قبل الجواز على طول، ديت من الحاجات اللي بتتجاب قبل الجواز على طول. البرفيوم على قد هو ممكن يتجاب قبل الجواز، بس برضو هو لو اتجاب من بدري هو الفكره ان هو بيعتق، يعني بيقولوا ان هو بيعتق. انا لاحظت الحاجات الموضوع دوت، بس لما بتبقى حاجه هي براند اوريدي فبالتالي هي بتعتق. لكن كل الكوزماتكس بتاعتنا ممكن ان احنا نجيبها قبل الجواز، تمام. فبجد بلاش موضه الحلل، وبلاش موضه 50 طقم جيلي، 50 طقم كاسات، 50 كل دوت هو هيترصص في الدواليب. لان انت في الاخر هتبقي انت وجوزك، وفيما بعد انت وجوزك وطفل بس، ويا عالم بعد كده ايه اللي هيحصل. فالفيديو دوت ملخصه ان احنا بجد نبدا الحاجات بتاعتنا من بدري قوي، نبدا الجلسات بتاعتنا من بدري قوي، سواء كنا عرايس او لا. نهتم بجسمنا جدا جدا جدا، كل حاجه نهتم بيها. الحاجات اللي احنا هنتجوز بيها زي ما قلنا، حاجات المطبخ، حاجات الدواليب، كل دوت
نجيب على قد المعقول وعلى قدر المستطاع. بلاش الجزر ان احنا نجزر اهالينا، لان الموضوع بيبقى اوفر جدا، وفي الاخر الحاجه اصلا ما بتترصش، لان بالتالي ما فيش مكان، ولو هو في مكان هنلاقي ان الحاجه شكلها بلدي جدا. يعني الكلام دوت كانوا الناس بيعملوه زمان، علشان دي هتشوف جهاز ده وجو كده مش بتاعنا خالص. فخير الامور الوسط. فده كل اللي انا عايزه اقوله، واكد تاني على ان احنا نهتم بنظافتنا كويس قوي 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 من بدري على قد ما نقدر. مش عشان احنا نتجوز فهنبتدي نفوق لنفسنا، لا، احنا بنجهز نفسنا من بدري عشان وقت ما يدق الباب نبقى احنا جاهزين. واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله لما هنعمل الحاجه بتاعه السبلايز بتاعه المدارس. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي، وباي باي.